في يوم التحرير أذكر كان يوم الثلاثاء، كان تاريخ 26/2/1991. كنت صحيت الصبح من البيت، طلعت للدوام إلى مستشفى مبارك. كان في هدوء في الطريق، فصراحة كنت مستغرب هذا الهدوء، ما في سيطرات بالطريق. وصلنا المستشفى، كان الحوادث، كان أذكر الدكتور عبد الله بهمهاني، بروفيسور عبد الله بهمهاني كان موجود. فأذكر إنه كان سمعت إنه الجيش الكويتي، الجيش قام بتحرير البلاد بالتعاون مع القوات المحالفة، وأن الجيش العراقي انسحب، وكان في ضرب على الحدود أثناء انسحابه. كنا داخليا صراحة كنا نشعر بفرحة إنه الأزمة انتهت، وإن شاء الله حيرجع الوضع طبيعي كما كان وأفضل إن شاء الله. فجت الدكتور بروفيسور عبد المحسن كان متواجد، جاء واستلم رئاسة القسم في هذه الأيام الفترة، وكل الأطباء كانوا موجودين، وكنا داخلين بصراحة نشعر في داخل أنفسنا بفرحة شديدة لأن الأزمة انتهت. لكن في الفترة يعني كان الوضع شوي ما كان في لسه نظام واستقرار، لأن كان في خوف منه بعض الفئات الهاربة من القوات العراقية كانت يعني تقوم بأعمال سيئة قبل الانسحاب. لكن الحمد لله رب العالمين نظمنا العمل ووزعنا الأطباء على الأجنحة، وبدأت الحياة تعود إلى مسارها الطبيعي. وقمنا يعني قامت وزارة الصحة بتوقيع العقود معنا، وتمت الأمور الحمد لله رب العالمين، ورجعنا كما كنا. ورجعت الأطباء اللي كانوا مغادرين أثناء الغزو، تقريبا غالبية الأطباء رجعت من الأطباء المصريين، ورئيس القسم أذكر بروفيسور جوني رجع كانوا أعتقد كانوا بالسعودية. والحمد لله رجعت الأمور بالتدريج، ورجعنا إلى كما كنا من قبل وأفضل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين على التحرير. وطبعا الناس بالشوارع طلعت فرحانة، وكان في فرحة وغناء وانبساط أثناء الفترة هاي إن شاء الله. وأنا الحمد لله رب العالمين يعني كان في فرحة شديدة طبعا الحمد لله. يعني كانت فكرة يعني الفكرة إنه الخبرة اللي أخذناها والفترة، إنه يعني فعلا إحنا كنا فترة أثناء الغزو كنا يعني يد واحدة. كثير من الأطباء والأفراد الكويتيين كانوا متطوعين للعمل معنا أثناء الدوام، وكنا يد واحدة ومتعاونين، ما في فرق بيننا جميع الفئات، والحمد لله رب العالمين. وهذا بسبب التعاون مع بعض والاتحاد، وتحررت الكويت والحمد لله.